في دوري انجلترا في لاعب نرويجي جايب 5 تجوان في اخر 5 ماتشات لعبها، ولا مش ايرلينج هالاند. ارسنال لعب بصراحه اكتر ماتش له في الموسم ده بذكاء وخبره عشان يكسب تاني اصعب ماتش في الدوري. كسب نيوكاسل 2-0. مانشستر سيتي بيكمل سكته للدوري في ماتش اغرب حاجه فيه ان هالاند ما جابش جوان. وعشان مانشستر يونايتد ما بيعرفش يلعب ولا يكسب بره ارضه، ليفربول عنده امل في التاهل لدوري الابطال. ارسنال كسب نيوكاسل 2-0 في واحده من اصعب الماتشات لاي فرقه في الموسم. نيوكاسل من يوم ما ادي هاو مسك تدريب الفريق خسر 4 ماتشات بس على ارضه، 2 ضد ليفربول، 1 ضد مانشستر سيتي، وواحد النهارده ضد ارسنال. قلت انا ان ارسنال لعب بذكاء وخبره لان هم فعلا عرفوا وكويس جدا يمتصوا الحماس والضغط اللي كان معمول من فرقه نيوكاسل وجمهورها في الماتش ده. ودي بتوضح لنا ان ارسنال بيتحسن حتى خلال الموسم، لان هم لو كانوا عرفوا يعملوا نفس القصه دي في ماتش ليفربول في الانفيلد كان يمكن يبقى معاهم نقطتين زياده. قلت في اول الحلقه ان في لاعب نرويجي مش ايرلينج هالاند جايب 5 تجوان في اخر 5 ماتشات، واللاعب ده هو مارتن اوديجارد اللي بجونه النهارده بقى هداف ارسنال مع جابريال مارتينيلي في الموسم ده. جايب لحد دلوقتي في الموسم 15 جون من غير ولا ضربه جزاء، علشان يبقى اكتر لاعب وسط في تاريخ دوري انجلترا يجيب اجوان في موسم واحد. اوديجارد بيجي في المركز الاول مع كيفن دي بروين السنه اللي فاتت برصيد 15 جون، ولكن اوديجارد لسه فاضل له 3 ماتشات كده عدى لعيبه زي فرانك لامبرد، ستيفن جيرارد، يايا توريه وسيسك فابريجاس. فالسؤال هنا يبقى هل كده في الموسم ده احسن 2 لعيبه في الدوري من النرويج؟ ارسنال كده في الموسم ده ولسه فاضل له 3 ماتشات جمع اكتر نقط جمعها من 15 سنه في موسم 2007 2008 لما خلص الدوري ب 83 نقطه. مش بس كده، ارسنال بقى لاول مره في تاريخه يكسب 17 فرقه من ال 19 اللي غيره في الدوري في نفس الموسم. الفرقتين الوحيدين اللي ارسنال ما كسبهمش السنه دي هما مانشستر سيتي وساوثهامبتون، الاول والاخير. انا عارف انه بنسبه 99% مانشستر سيتي هياخد الدوري، ولكن لو حصل المفاجاه ومانشستر سيتي وقع له نقطه ولا 2 ولا 5، على الاقل ارسنال بيعمل اللي عليه علشان يفضل متعلق باخر قشايه. غالبا نفس القشايه دي متعلق بيها ليفربول في امله في التاهل لدوري الابطال. ليفربول اللي شويه حسن من مستواه وظبط نتائجه وكسب اخر 6 ماتشات ورا بعض. الحاجه اللي مش مطمئنه شويه ان اخر 5 كسبهم بفارق جون واحد بس، ودي الحاجه اللي ما حصلتش في تاريخ الدوري الا مره واحده قبل كده في موسم 2009 لما فريق برمنغهام سيتي عملها. الامل ده بقى بتاع ليفربول موجود علشان مانشستر يونايتد فرقه ما بتعرفش زي ما قلت لا تلعب ولا تكسب بره ارضها. نتائج مانشستر يونايتد بره ارضه ضد الفرق اللي موجوده في المركز الاول للمركز التاسع بصراحه حاجه تكسب. يونايتد لعب ضد الفرق دي 8 ماتشات، خسر 7، اتعادل 1 وما كسبش ولا ماتش. نفس النتائج دي عملها نوتنغهام فورست، ودول أسوأ نتائج لكل الفرق اللي موجودة في الدوري. هاري كين بقى أول لاعب في تاريخ الدوري يجيب 10 تجوان بدماغه في موسم واحد. بجد بصراحة يعني تهيألي جه الوقت إن هاري كين يسيب توتنهام، يمكن يضيف له بطولة كده ولا ميدالية جنب كل الأرقام دي. في الآخر بقى عايز أقول إن مانشستر سيتي بصراحة في آخر ماتشين لعبهم يعني مش هقول كسبهم بالعافية 2-1، ولكن ما كسبهمش بالسهولة اللي عودنا عليها. ولسه فاضل له ماتشات بصراحة أصعب من الماتشات اللي باقية لأرسنال، ومحشور بينهم ماتشين نار في نص نهائي دوري الأبطال ضد الريال، فيمكن يبقى فاضل تويست أخير في الدوري السنة دي. خليني أحلم وأشوفكم الحلقة الجاية.